ياه أهلا بكم. اليوم قصتنا عجيبة، قصة حقيقية تقع عند تقاطع الكيمياء الحيوية وحب الأهل اللي ما له حدود وبين اكتشاف طبي يغير كل شيء. خلونا نتكلم عن قصة زيت لورينزو. طيب، السؤال اللي يطرح نفسه واللي ممكن يبدو غريب جدا هو كيف ممكن لزيت مجرد زيت إنه يحارب مرض وراثي فتاك؟ هذا هو اللغز اللي رح نفككه مع بعض اليوم. طيب خلونا نبدأ بالجزء الأول من القصة، والمفاجأة إنها ما بدأت في مختبر أبحاث، لا، بدأت مع أطفال كانوا يواجهون مرضاً غامضاً ومدمراً. وهون المأساة بتبدأ. تخيلوا معي مرض حثل المادة البيضاء الكظرية أو ALD بيظهر فجأة عند ولاد كانوا بصحة وعافية تامة، أعمارهم بين 4 و10 سنين. والمشكلة الأكبر إنه الأعراض الأولى يعني خفيفة جداً وممكن تخدع أي حد. مشاكل بالتركيز، صعوبة بالتعلم، شوية تغيرات بالشخصية. مين رح يخطر بباله إنه وراها شي خطير لهالدرجة؟ وهذا بالضبط اللي بيخلي التشخيص صعب جداً بالبداية. وشوفوا الكارثة الحقيقية في هذا التسلسل الزمني: السرعة. سرعة تطور المرض مرعبة. يعني خلال كم سنة بس الطفل بينتقل من أعراض بسيطة لفقدان كامل للبصر والسمع، وبعدها يفقد السيطرة على حركته، والنهاية بتكون مميتة. هذا التسارع الرهيب هو اللي خلى عائلة أودن تقرر إنها ما رح تستسلم أبداً. طيب، شو هو السبب العلمي اللي وراء هالمأساة؟ خلونا نتعمق شوي بالجانب العلمي ونشوف وين الخلل بالضبط في الشفرة الوراثية. اللي منشوفه هون هو فعلاً مثل أحجار الدومينو، بس على المستوى البيوكيميائي. كل شيء بيبدأ من طفرة صغيرة في جين واحد اسمه ABCD1. هالطفرة بتعمل خلل ببروتين مسؤول عن النقل، وهذا بيؤدي لتراكم سام لنوع من الأحماض الدهنية، والنتيجة النهائية تدمير غمد المايلين اللي بيحمي أعصابنا. كل خطوة بتجر اللي بعدها بشكل حتمي. وهنا الصورة بتوضح تماماً. تخيلوا غمد الميالين هذا كأنه العازل البلاستيكي على سلك كهرباء. لما يتدمر هذا العازل، الإشارات العصبية ما عاد توصل صح، بتصير تتشتت وتضيع. يعني الأعصاب بتصير عاجزة تماماً عن أداء وظيفتها. كارثة حقيقية داخل الجهاز العصبي. ممكن نسمع رقم 1 من كل 17 ألف مولود ونحس إنه رقم صغير، بس لما يكون هذا التشخيص يخص عائلة معينة، الرقم هذا بيصير عالمهم كله، بيصير هو الواقع المدمر اللي بيقلب حياتهم رأساً على عقب. لكن في وجه هذا التشخيص اللي كان بمثابة حكم إعدام، في عالية قررت إنها ما رح تستسلم، قررت تقاتل. ومن هنا بدأت واحدة من أروع القصص في تاريخ الطب الحديث. هذا الخط الزمني بحد ذاته قصة لا تصدق. كل التوقعات الطبية كانت تقول إنه لورينزو أودون راح يعيش كم سنة بس بعد ظهور الأعراض، لكن بفضل إصرار أهله هو حطم كل التوقعات وعاش لعمر 30. إنجاز كان يعتبر مستحيل علمياً وقتها. وهنا تكمن العظمة الحقيقية للقصة. والدا لورينزو أوغستو وميكيلا ما كانوا علماء ولا أطباء، كانوا مجرد أب وأم. سلاحهم الوحيد هو الحب والأمل. غاصوا في كتب الكيمياء الحيوية المعقدة، تعلموا كل شيء بأنفسهم، كل هذا عشان يلاقوا علاجاً لابنهم. والنتيجة كانت زيت لورينزو، خليط دقيق جداً بنسبة 1:4 من حمضين دهنيين مستخلصين من زيت اللفت وزيت الزيتون. النسبة هذه ما كانت صدفة أبداً، كانت نتيجة بحث وتجارب وسهر ليالي طويلة. اكتشفوا إنها بتمنع الجسم من إنتاج الأحماض الدهنية الضارة. تركيبة بسيطة ظاهرياً، لكن وراها قصة كفاح عظيمة. طيب، السؤال المهم، كيف بالضبط بيشتغل هذا الزيت؟ والأهم من هيك، شو هي حدوده على أرض الواقع؟ خلونا نشوف التأثير والواقع. وهون لازم نكون واضحين جداً عشان نفهم قصة زيت لورينزو صح. الزيت فعال بشكل مذهل، بيقدر يصحح الخلل الكيميائي بالدم، لكنه مثل الدرع الواقي مش دواء يعالج الضرر اللي صار. يعني هو بيمنع تدمير الأعصاب، بس ما بيقدر يصلح اللي اتدمر خلاص. عشان هيك التشخيص المبكر والعلاج الفوري هم مفتاح النجاح. طبعاً مهم جداً نعرف أن زيت لورينزو كان إنجاز تاريخي، لكن اليوم علاج مرض ALD صار يشمل أشياء تانية. في علاجات بالخلايا الجذعية وفي حتى علاج جيني. يعني زيت لورينزو هو قطعة أساسية ومهمة جداً من الصورة الكاملة، لكنه مش هو الحل الوحيد. بالنهاية،
قصة زيت لورينزو هي أكثر من مجرد قصة عن الكيمياء الحيوية، هي درس في قوة الإرادة البشرية، في حب الأهل اللي ما يعرف المستحيل. علاج غير وجه الطب، اكتشفوا شخصان عاديان رفضوا يسمعوا كلمة مستحيل. وهذا بتركنا مع سؤال كبير وملهم، إذا كان أب وأم قدروا يعملوا كل هذا، يا ترى من وين رح يجي الإنجاز العلمي العظيم الجاي؟